هنتكلم عن مباراة برينلي ونادي تشيلسي في الدوري الانجليزي. المباراة دي كانت من طرف واحد بالنسبة لنادي تشيلسي. نادي برينلي جاب جون ودافع بعد كده على امل انه يحافظ على الهدف، ولكن دخل فيه 4 اهداف. بعد كده اللي احرز اهداف المباراة من برينلي دا بورت، ولتشيلسي امين الدخيل في الدقيقة 42 هدف في المرمى، وكول بيلمر ضربة جزاء دقيقة 50، ورحيم ستيرلينج في الدقيقة 65، ونيكولاس جاكسون في الدقيقة 74. المباراة زي ما قلتلكوا كانت من طرف واحد نزل تشيلسي. لاعبين اللي تألقوا في هذه المباراة رحيم ستيرلينج، ده باك شمال نادي تشيلسي، من اللعيبة اللي عندها خبرة واللي كانت بتلعب في نادي مانشستر سيتي. بصراحة عجبني جدا في هذه المباراة، بيعدي يعني بمنتهى السهولة من 3-4 لعيبة ويعدي عادي، ويقدر انه يجيب جون. يعني الجون اللي جابه ده اللي هتشوفوه في لقطات بعد كده انا حاططها لكم، عدى من 3 لعيبة ودخل وشاط الكرة في الجون. ده لعيب كبير وهو من نجوم اللقاء. ما شفتش المباراة كلها عشان اقولك على لعيبة تانية، بس انا شفته ملخص، وانا شايف اللعيب ده صراحة من نجوم اللقاء. وفي لعيبة تانية اكيد، يعني لعيبة تشيلسي تألقوا في هذه المباراة. طيب نشوف ملخص ولقطات من المباراة وبعد كده ارجع لكم تاني. هنا الكرة مع تشيلسي في نص الملعب عند دايرة المنتصف، اتلعبت على طول ناحية الشمال لرحيم ستيرلينج اللي انا اتكلمت عليه. هيستلم كورته على طول وهيخش بيها، عايز يعدي من المدافع، اهو هيعدي منه حلو قوي، ووسع لنفسه سكة بشكل كبير، وهيشوط على طول مرة واحدة. حلوة الحارس هيحاول فيها انه يجيبها، ولكن الكرة تعدي بقليل من مرمى نادي برينلي، من حارس برينلي. الكرة كانت حلوة قوي. ادي اهو رحيم ستيرلينج المتألق في هذه المباراة. طيب كرة من ناحية اليمين لنادي برينلي، اتلعبت على طول ثرو مظبوط للاعب المهاجم، هياخدها على طول، هيعدي من مدافع تشيلسي بشكل جميل جدا، وهيدخل بيها شوية. طبعا مفيش رقابة من لعيبة تشيلسي خالص على هذا اللاعب، في لاعب اتدخل معاه ولكن هيعدي منه برضه. لازم تقابل المهاجم وش بوش، انا بتكلم على المدافعين. هيشوط الكرة طبعا، اهو خبطت في مدافع تشيلسي وتردد تاني
دي باك اليمين نادي برينلي هيعمل ايه؟ شاط على طول حلو قوي في الزاوية البعيدة على شمال الحارس عشان يبقى تقدم برينلي 1-0. هي دي الهجمة الوحيدة اللي جت لبرينلي وعملوها صح، وهم جابوا الجون ده ودفعوا بعد كده على اساس انهم يحافظوا على الجون، ولكن دخل فيهم 4 اهداف بعد كده بشكل يعني غريب. يعني ادي الكرة من ناحية بعد منتصف المدارك منتصف الملعب اتلعبت طولية ناحية الشمال، دي رحيم ستيرلينج استلم الكرة على طول وهيحاول يبص على اي لعيب يجيله او يظهر له، ولكن هو حب يعتمد على نفسه وهيعدي من 2 لعيبة دول. هنشوف هيعدي ازاي. اهو عدى من 2 لعيبة، الاول سابه التاني حاول يتدخل معاه ولكن مرقصه وعدى بيها وشاط الكرة على طول حلوة، ولكن في ايد حارس المرمى اللي صاد الكرة دي ببراعة الصراحة. قفل الزاوية على رحيم ستيرلينج وصد كورته بشكل كويس. طيب هجمة جديدة لفريق تشيلسي من ناحية الشمال عند رحيم ستيرلينج برضو، ده الهدف التاني اللي انا قلتلكوا عليه. هيعدي بيها بشكل حلو اوي، هيمرقص 2 لعيبة 3 لعيبة وهيخش بيها وهيشوطها في الجون. هنشوفها دلوقتي معاكم. اهو عدى من اللعيب بعد كده اهو هيعدي من التاني برضو. هو يعني هنشوف دلوقتي هيعدي ازاي منها. لا هو في الكرة دي رفعها، ده مش الجول، الكرة دي رفعها من ناحية الشمال خبطت في مدافع وهتيجي جون. هو ده الجون يا جماعة، هو جاب جونين اصلا في المباراة دي. ده الهدف الاول اللي جابه بشكل جميل جدا، عدى من ناحية الشمال وعملها بالعرض، خبطت الكرة في مدافع برينلي اللي هو ده ودخلت مرماه. وادي فرحة لعيبة تشيلسي بالهدف. طيب كده النتيجة 1-1. كنا من ناحية الشمال عند رحيم ستيرلينج برضو اللي هعدي بيها. هو ده هي دي ضربة جزاء يا جماعة، عدى بيها حلوة قوي والمدافع اضطر يعرقله، ما قدموش حل غير كده وياخد ضربة جزاء لنادي تشيلسي. هيلعبها رقم 20 كول بيلمر، هيلعبها حلو قوي في على شمال الجون في حتة في زاوية والكرة في زاوية تانية. شاطها حلو قوي الصراحة هذا اللاعب اللي هو كول بيلمر. طيب الكرة دلوقتي في دايرة منتصف لصالح تشيلسي برضو، اللي استحوذ على الكرة بشكل كبير بعد هدف نادي برينلي.
دلوقتي معاك كرة، هيلعب على طول، سيرو طويل ناحية رحيم ستيرلينج. اللي هياخدها على طول حلو قوي وهيشوطها في الجون اهو. يدوبك مشي بيها شوية ووقفها، وبعد كده شاطها على طول على شمال حارس المرمى. هدف حلو اوي الصراحة. رحيم ستيرلينج تألق في هذا اللقاء. طيب الهدف الرابع بقى النادي تشيلسي، كرة من ناحية الشمال برضو من عند رحيم ستيرلينج اللي عملها بالعرض، عدت كل اللعيبة. طبعا مفيش رقابة على المهاجمين بتوع تشيلسي خالص. الكرة تعدي رقم 10 اللي هيستلم الكورتو و هيلعبها بشكل حلو قوي دي جاكسون مهاجم تشيلسي. اللي هيمرقص المدافع وهيحطها حلو قوي اهو، لمه وهيشوط على طول من جنب من على شمال الجون بشكل جميل قوي. هدف الرابع لنادي تشيلسي اهو هذا اللاعب. بكده الفيديو بتاعي خلص. لو الفيديو عجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناة، واضغطوا على زر الجرس عشان كل جديد يوصلكم.